بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا ونصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه، نجحت دفاعاتنا الجوية بفضل الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء سواحل محافظة حجة. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الطائرة السابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها من هذا النوع خلال شهر إبريل الجاري، وال22 خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. ونفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما حاملتي الطائرات الأمريكيتين ترومان وفينسون والقطع الحربية التابعة لهما في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. تؤكد القوات المسلحة وهي تتصدى للعدوان أن موقفها العسكري اليوم أفضل مما كان عليه قبل أسابيع، وقد استفادت بعون الله تعالى من كافة التطورات، ونجحت في التأثير على حركة العدو، وأفشلت العديد من هجماته واعتداءاته، وستواصل التعامل المسؤول والمناسب مع أي تطورات خلال الأيام المقبلة وعلى كافة الأصعدة، مستعينة بالله ومعتمدة عليه، ولن تتوقف عن نصرة وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 24 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 22 من أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.